قبل ما نبدأ، احنا غيرنا اسم السلسلة مش لأن الحكاية اتغيرت، لكن عشان توصل في مدينة لو مشيت فيها تحس إن الحجارة بتبصلك. مدينة من أقدم مدن العالم، موجودة من أكتر من 5000 سنة، واتذكرت في نصوص فرعونية وبابلية وتوراتية وقرآنية. اسمها زمان أورشليم، يعني مدينة السلام، بس من يومها وهي بتدفع تمن الاسم ده. في قلبها طريق اسمه طريق الآلام، بيمشي عليه الناس لحد النهاردة بنفس خطوات سيدنا عيسى عليه السلام، وكل محطة فيه مكتوب عليه وجع بس برحمة. فيها باب العمود، ده أقدم بوابة في المدينة، بيعدي منها الآلاف كل يوم، ولسه الأرض اللي حواليه بتحفظ خطوات ناس ماشية وما رجعتش. في قبة ذهبية مشهورة في كل الصور، بس لما تبص لها وانت واقف قدامها تحس انك مش في صورة، ده انت في دعوة ماشية على نور. عارف ان المدينة دي فيها اكتر من 220 موقع اثري؟ يعني كل متر بتحط رجلك عليه هو صفحة من كتاب كبير لسه ما اتقفلش. وفي اقدم مقبرة اسلامية، باب الرحمة، فيها قبور صحابة واولياء وناس سابوا اسمهم محفور في الدعاء. دي مجرد البداية، أول خطوة من سلسلة المدينة اللي ما بتموتش. كل أسبوع هنحكي عن شارع، عن حي، عن باب اتقفل في وش ناس بس لسه مفتوح في الذاكرة. لو حسيت إنك كنت هناك أو حتى من غير ما تزورها، دوس لايك واكتب لي في الكومنتات أنا فاكر. استناني في الحلقة الجاية، أحكي لك عن حارة المغاربة، الحارة اللي اتمسحت من على الخريطة بس لسه عايشة في صورة على الحيطة وفي قلب كل اللي سكنوها.